سنة تشنج مهبلي عاشت فيها الأمرين. أسيا كانت واحد المرأة اللي عاشت جوج زيجات تكرفصات فيهم بزاف بسبب التشنج المهبلي. الزواج ديالها الأول يعني كانت كتعيش آلام مبرحة، ولكن كانت كتصبر عليها وحملات وولدت بنيتها، وبقات كتألم لمدة 8 سنوات من الزوج الأول. بقات هذيك العلاقة سطحية، والأخت ديالها كانت طبيبة وما لقات ليهاش الحل ديال هذاك التشنج المهبلي وداك الآلام المبرحة اللي كانت كتعيش. فبقات هكذاك حتى يعني وقع نفور بينها وبين الزوج وتم الطلاق. فبقات مطلقة، وهذاك الطلاق هذا كان أثر عليها نفسيا بزاف. دازت واحد المدة زمنية معينة، فقررت أنها تعاود تجرب الحظ ديالها، فتزوجت بالكوزان ديالها من العائلة ديالها، تزوجت به. هنا هذاك الكوزان يعني كان ما عندوش قدرة على الإنجاب، فصبر ليها على داك التشنج المهبلي. فهنا بقاو متزوجين سنين وسنين وسنين وهي ما لاقياش الحل. جربت عدة حلول، طلبوا منها، كانوا كيقولوا ليها التنفس، كيقولوا ليها لي ديلاتاتور، تيقولوا ليها اليوغا. دارت اليوغا وهادشي كامل ما خدم لهاش وما توفقاتش في العلاج مع الزوج الثاني. حتى غادي تكتشف بالصدفة البرنامج، التحقت بينا وكنا درنا واحد العمل نفسي يعني كبير عليها، لأن كل حالة هي بصراحة حالة خاصة. كان عندها واحد المشكل فاش كانت كتجي دير العلاقة الجنسية، هو أن الرجل ديالها كانت كتشد بشكل لا إرادي. من بعد غادي تمشي عند ساج فام، غادي تبدا تخدم ليها لو كوتي دروا يعني اليمين، كتخدمو كدير دي ماساج بيلفيان، ولكن للأسف بدون نتيجة. وكانوا ردود الأفعال ديالها ردود فعل قوية جدا في العلاقة، وهادشي دمر لها العلاقة الجنسية ديالها، لأنها كانت داكشي كديرو لا إراديا. دار ليها ما يسمى بلي بريليفمون، هي بالكوطونتيج. كان صعيب عليهم انهم يدخلوا الكوطونتيج باش يجبدوا ليها ويديروا ليها تحاليل. فيعني كانت عندها صعوبات كثيره على المستوى الجينيكولوجي، لانها ما كانتش متقبله نهائيا العلاقه الجنسيه. ما كانتش متقبله العلاقه الجنسيه لدرجه انها كانت في الوصف ديالها تقول بان المهبل ديالها كيترعد، كيبدا يترعد يترامبل، لانها تلمو هي كانت كتخو عندها تخوف كبير من العلاج. وقدرت انها تخدم بزاف ودارت بزاف د الحاجات، وكانت للاسف كتبقى في نفس النقطه. اسيا وسي كانت حاله خاصه، لان 18 سنه ماشي هينه وماشي سهله. فخدمنا على بزاف د الامور نفسيا اللي كانت خاصه بها، وقدرت انها تسامح مع بزاف د الامور باش تنفتح جنسيا. وفعلا في الاخير توفقت واستطاعت انها تعيش علاقه جنسيه سويه وطبيعيه وتخلص نهائيا من التشنج.